مثلا عندك الحاج محسن، الحاج حسن، والد محمد محسن وجواد محسن. هذه كانت عنده ملكات يحول النصوص إلى شخوص متحركة، تعطي له نص يحولك إلى شخوص متحركة. ليلة عاشوراء هو كان يصعد المنبر بعد صلاة العشاء، ودائما يقرأ هذه القصيدة: من ذا يقدم للجواد. لما يوصل إلى هذا البيت: فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل. يعني ما كنت تسمع، أنا وقتها كنت صغير، بس مع ذلك ما كنت أسمع القصيدة بقدر ما كنت أحس بالمشهد، بالحوار. زين، رغم فجوات الزمانية بيني وبين كربلاء،